يا مساء الفل. الحقيقة من كام يوم كنت شفت فيديو للكابتن أحمد بلال على قناة النادي الأهلي بعد ما الأهلي كسب وتأهل قبل النهائي اللي هيلاعب فيه ريال مدريد، وهم كانوا بيقولوا له ألف مبروك وتأهل الأهلي والكلام ده كله، وهو رد جميل قوي. قال لهم إيه؟ قال لهم الحقيقة إن النادي الأهلي كبير والكبار بيحبوا لعبوا بعض وملناش دعوة بلعب الحواري. وكان ساعتها الزمالك مغلوب من فاركو 3، وده اسقاط واضح جدا على نادي الزمالك. والحقيقه ان الواحد استغرب في خلال ان الناس بتقعد تقول عايزين نهدي الفتنه وان احنا ما نعملش فتنه بين الجمهورين والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، والكابتن احمد شوبير كان بيطلب من الزملكاويه ان هم يشجعوا الاهلي في كاس العالم اللي هو بيمثل مصر مش بيمثل النادي الاهلي بس. الكابتن احمد بلال طلع وقال لك احنا ملناش في شغل الحواري. فده كده مش اثارت فتنه، انا ما اعرفش الاعلام ما جابهاش ليه او ليه ما حدش اتكلم عن الموضوع، لان دي كمان مش اول مره للكابتن احمد بلال. اكيد كلنا سمعناه وشفناه وهو بيتكلم عن مصطفى محمد اللي كان لسه سنه صغير وكان بيدغدغ فيه حرفيا لكونه بس بيلعب في نادي الزمالك. يعني لكونه موجود في نادي الزمالك كان بيكسر فيه حرفيا، ده مش جاهز، لا ده مش ده المهاجم بتاع مصر، ده كلام كتير جدا. والحقيقة ان الموضوع خدني لحاجة تانية. لقاء كنت شفته للكابتن احمد بلال، كانوا مستضيفينه وبيسألوه طبعا عن المغالاة في اسعار اللعيبة وان اللعيبة بقت ارقامها كبيرة قوي وملايين بتدفع والكلام ده كله. والحقيقة المذيع سأله سؤال عجبني قوي، قال له يا كابتن حضرتك شايف لو انت كنت موجود دلوقتي ممكن تاخد كام او سعرك يبقى كام؟ راح طبعا ضحكة سخرية كده ما تفهمهاش، كأن انا اللي هو انا ما فيش مني اتنين اصلا، تمام؟ وقال له لا انا مش عارف، بس يعني ما اعتقدش اقل من 100 مليون جنيه. سرحت كده قلت هو الكابتن احمد بلال يساوي 100 مليون جنيه؟ وفعلا ان ما فيش لعيب دلوقتي ممكن يبقى احسن من الكابتن احمد بلال زي ما هو قال. فبصيت لتاريخ الكابتن احمد بلال، فتحت بقى النت وقعدت ادور واشوف كده هو فعلا كده ولا هو عامل لنفسه هاله. الحقيقه ان الكابتن احمد بلال لعب في النادي الاهلي مرتين. اول مره كانت سنه 99، ده كانت بدايته مع النادي الاهلي. لعب لحد 2005، من 99 ل 2005 جاب 60 جول، اللي هو في كام سنه؟ تقريبا حدود 6 سنين. ومشي سنتين كده احترف، وبعدين رجع تاني في 2007. لعب من 2007 ل 2010 في النادي الاهلي، جاب 11 جول. يعني تقريبا لعب اجماليا في النادي الاهلي 9 سنين، جاب فيهم 71 جول. يعني احنا لو فكرنا نحسب كده حسبة بسيطة للكابتن احمد بلال، هو لعب في النادي الاهلي 9 سنين جاب فيهم 71 جول. لو قسمنا ال 71 على التسعة هيساوي 7.8 وكسور. بص يا كابتن، ده في السنة، في كل سنة حضرتك لعبتها جوه النادي الاهلي حضرتك جبت 7.8 هدف. ده في ايه؟ ده في دوري بقى وكاس وافريقيا وقول بقى كل البطولات. اجمالي اللي حضرتك جبته مع النادي الاهلي 7.8 في السنة. تخيل يا كابتن وانت عايز تاخد 100 مليون. طب خلينا كده نقارنك باي حد من الناس الموجوده دلوقتي. مهاجم؟ لا بلاش عشان الموضوع ما يكبرش مننا. خلينا نتكلم عن مدافع. تخيل هكلمك عن اي مدافع، واقول لك على حاجه كمان، هكلمك عن قلب الدفاع، اخر واحد اللي بيبقى واقف ورا خالص ده. هكلمك مثلا عن محمود علاء. محمود علاء بيلعب في الزمالك من 2017، طلع اعاره في 2022، يعني لعب تقريبا 5 سنين. في ال5 سنين دول جاب 38 جول. 38 جول. تعال نحسب كده ال 38 على ال5 سنين هيساوي 7.6. 7.6 وحضرتك كنت 7.8. يعني حضرتك المهاجم راس الحربة اللي الفرقة كلها بتخدم على حضرتك عشان حضرتك تجيب جول، المدافع محمود علاء
اقل منك باتنين من 10. تخيل يا كابتن، حضرتك عايز تاخد 100 مليون؟ ده انا كمان ما كلمتش حضرتك عن النوادي التانية اللي انت رحتها، اللي هي في نوادي اصلا انت رحت قعدت فيهم سنة ما لعبتش اصلا، ده غير اللي لعبته وما جبتش اجوال وحاجات كتير طبعا، انبي وسموحة والوحدات والنفط، اماكن كتير قعدت كده في كذا حتة. معرفش، في ناس ما كانتش مقتنعة بيك فما كانتش بتلعبك. فالسؤال للكابتن احمد بلال، حضرتك بتعمل كده ليه؟ عشان تفضل مستمر في الشغل وعشان يجي لك حاجات كتير من الضجة اللي بنعملها، ولا ده رأيك؟ الحقيقة ان انا بالنسبة لي حتة انك تفضل مستمر معاك حق فيها، لان قبل كده قعدت فترة كبيرة تقريبا محدش كان بيهتم قوي غير لما اتكلمت عن مصطفى محمد. خلينا برضو نتكلم بمنتهى الصراحة، من ساعتها وانت ظهورك كتر. انما لو دي ارائك وافكارك، استاذنك يا كابتن صحح افكارك، عشان قبل كده قلت لنا ان محمد شريف احسن من مصطفى محمد، واديك شايف ده فين وده فين دلوقتي. محمد شريف بسببه الاهلي خد رابع مش ثالث، اديك شايف، واديك شايف نسبة التهديف بتاعته قد ايه. فارائك بتدل على سوء رؤية كروية يا كابتن، لو انت قايل كده من جواك فعلا مش عشان تعمل ضجة. سلام يا كابتن.